المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مكتب المراجع العام يقدم دورة تأهيلية لموظفي الحكومة. افتتاح نقاط صحية في بادوب وعد حماد بمديرية حقات. مديرية عبد الريح تشهد أنشطة نفير تنموية. بريطانيا تكشف عن أكبر استثمار عسكري منذ 3 عقود. عمران خان في أفغانستان لأول مرة منذ توليها السلطة. وأستراليا تقر بمعطل 39 أفغانيا على يد قواتها الخاصة بشكل غير قانوني. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قدم مكتب المراجع العام بالتنسيق مع المركز الوطني للكفاءة المؤسساتية في 19 والعشرين من نوفمبر دورة تأهيلية لموظفي الحكومة والمراجعين المحليين، واشتملت الدورة التي شارك فيها 55 موظفا حكوميا على تأكيد أعمال المراجعة الداخلية وإعداد خطة استراتيجية وطنية بالإضافة إلى رفع قدرات الإدارة والقيادة. وألقى المراجع العام السيد جبرز جابيهر جبر مدهن كلمة في مراسم الاختتام أوضح فيها الهدف من الدورة المقدمة على مرحلتين لإعداد خطة استراتيجية تضم وحدات المراجع الداخلية للمؤسسات الحكومية، وكذلك إعداد خطة استراتيجية خمسية ابتداء من عام 2021 وحتى 2025، وعلى كل دارس تحمل مسؤولية تنفيذ الخطة على أرض الواقع. من جهته أشار المدير العام للمركز الوطني للكفاءات المؤسسية الدكتور أبيل حبت مريم إلى استمرارية المسائل الحسيسة الرامية على تقيد كافة المؤسسات الحكومية بالخطة الاستراتيجية، مناشدا الدارسين لتطبيق المعرفة المكتسبة. وأوضح مسؤولو الخريجون أن الدورة المقدمة تساعدهم في إحداث تغيير نوعي ليس في عملهم فقط بل وحتى في حياتهم. وتوضح المعلومات الواردة بأن الخطة الاستراتيجية الخمسية الموضوعة تساعد المراجعين المحليين على مستوى البلاد. افتتحت نقاط صحية في ضاحيتي بادوب وعد حماد بمديرية حقات في إطار جهود توسع الخدمات الصحية ووضعا في الاعتبار بعد القرى والمناطق. وأوضح مسؤول مكتب الصحة في المديرية الممرض جبر مسكال جبر هيوت أهمية افتتاح النقاط الصحية لسد الطلبات المتزايدة، وأشار إلى ارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 34% مقارنة مع العام السابق، وتغطية تطعيم الأطفال بنسبة 100% والحوامل بنسبة 85%، ووصول إصحاح البيئة المجتمعي لأكثر من 90%. وذكر النتائج المشجعة لأنشطة مكافحة الملاريا بفعل الحملات الشعبية لإصحاح البيئة. في غضون ذلك يقوم قسم وزارة الصحة في إقليم عنسبة بصيانة عيادة كرمد بالتعاون مع السكان، بينما ستجري أعمال الصيانة في عيادة دعروتا ومستشفى حقات، ووجود برنامج لبناء غرف انتظار الحوامل في المؤسسات الصحية في بقو وحقات. قام سكان مناطق سافرة وإقلاع دمحنا ومسقول الزولة بأنشطة النفير لجمع محصول أسر الشهداء والمحتاجين وصيانة الطرق. واشتملت أنشطة النفير على جمع محصول 94 أسرة في منطقة مسقول الزولة و341 أسرة في منطقة إقلاع دمحنا حسب ما أفاد به مراسل إرنا. في غضون ذلك قام سكان منطقة سافرة بشق طريق ترابي يؤدي إلى منطقة أباع بطول 3 كيلومترات وصيانة طريق إقلاع دمحنا المنجرف بالسيول الخريفية بطول 8 كيلومترات. وأوضح المدير التنفيذي لضاحية سافرة السيد عبد الله عمر بناء حواجز مائية بطول 7 كيلومترات في الأماكن الزراعية.
قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إيطاليا أنشطته ووضع برامج العمل المستقبلية في اجتماع عقده في 15 من نوفمبر. شاركت في الاجتماع الافتراضي بتقنية الفيديو مسؤولات الأقسام والفروع المصغرة في مدن جنوفا وميلانو وبريشيا وبارما وبولونيا وبيزا وبيستون وروما ونابولي وترامو بسكرا وكاتانيا وفيرسي. وأوضح سفير إريتريا في إيطاليا السيد فسحسيون بيطرس في الكلمة التي ألقاها الأوضاع في البلاد معربا عن ثقته لتنشيط فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إيطاليا من تنظيمه وتوسيعها وتنفيذ فاعل للمهام المرحلية. وقالت رئيسة الفرع السيدة نيجستي ساجاي في التعرير الذي قدمته إن البرامج الموضوعة لم تنفذ حسب المبتغى بسبب وباء كورونا وإجراءات مكافحته، وشاركنا بدورهن في مساهمة المواطنين في الداخل والخارج للسيطرة على الوباء. وأوضحت أن التعريف بالأوضاع الراهنة ومؤثراتها ومؤشراتها وعقد مؤتمر للجهات الإدارية التي انتهت فترة عملها والقيام بالتوعية في أوساط الشابات وتنظيمهن من البرامج الأساسية. وأكدت المشاركات على المساهمة والمشاركة لمتطلبات المرحلة الجديدة. نشرتنا لا زالت مستمرة مشاهدينا، لكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن برنامج استثمار في القوات المسلحة يوصف بأنه الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة. وسيعلن جونسون أمام النواب عن تمويل إضافي في هذا الصدد بقيمة 16.5 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويأتي هذا الإعلان بعد تعهد حزب المحافظين في بيانه الانتخابي العام الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 0.5% حتى عام 2025. وقال مكتب جونسون إن الدعم المالي سيرسخ مكانة المملكة المتحدة باعتبارها الدولة الأكثر إنفاقا على الدفاع في أوروبا والثانية في حلف الشمال الأطلسي. وتأتي الخطوة على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني يعاني من ركود تاريخي جراء أزمة فيروس كورونا التي أنفقت الحكومة على إثرها مبالغ غير مسبوقة لدعم الأفراد والأعمال التجارية. وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى كابول للقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت تتعثر فيه مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ويتساعد العنف. وهذه أول زيارة يقوم بها خان لأفغانستان منذ توليها السلطة قبل عامين، وهو أكبر مسؤول باكستاني يزور أفغانستان منذ بدء المحادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة. وتأتي الزيارة بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية خفض عدد قواتها في أفغانستان من 4500 إلى 2500 بحلول منتصف يناير المقبل. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان مع توجه خان إلى كابول أن الاهتمام سينصب على تعميق علاقات الأخوة بين أفغانستان وباكستان، وعلى عملية السلام في أفغانستان، وعلى التنمية الاقتصادية والربط بين أجزاء المنطقة. أقرت أستراليا بأن جنودا من قواتها الخاصة قتلوا بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 39 أفغانيا من المدنيين أو الأسرى، وذلك بعد كشف نتائج دامغة لتحقيق استمر لسنوات حول سوء السلوك العسكري في أفغانستان بين عامي 2005 و2016. واعتذر قائد الجيش الأسترالي أنغوس كامبل إلى الشعب الأفغاني بكل صدق وبدون أي تحفظ عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون. وبعد تلقيه نتائج دامغة لتحقيق استمر لسنوات حول سوء السلوك العسكري في أفغانستان بين عامي 2005 و2016، قال الجنرال أنغوس كامبل إن الثقافة المدمرة للإفلات من العقاب بين قوات النخبة أدت إلى سلسلة من جرائم القتل والتستر المزعومة التي امتدت تقريبا لعقد من الزمن.
وأعلن المفتش العام للجيش عن تحقيق رسمي مروع تم حجب أجزاء كبيرة منه من 465 صفحة أوضحت تفاصيل عشرات عمليات القتل خارج المعارك. وقادرت القوات القتالية الأسترالية أفغانستان في 2013. الخبر الأخير في هذه النشرة: انضم روبوت إلى موظفي متجر في اليابان، حيث يتولى مهمة ضمان وضع العملاء الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي فيما بينهم لمنع انتشار فيروس كورونا. ويوجه الروبوت في العملاء في منطقة المبيعات بالمتجر الرسمي لفريق سيريزو أوساكا لكرة القدم. وطور هذا الروبوت المعهد الدولي لأبحاث الاتصالات المقدمة ومقره كيوتو. ويحذر الروبوت العملاء عندما يكتشف من خلال الكاميرا وتقنية الشعاع الليزر ثلاثية الأبعاد أنهم لا يضعون الكمامات أو يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي. ويأتي استخدام روبوت في إطار تجربة بدأت الأسبوع الماضي وتستمر حتى نهاية هذا الشهر على الأقل. وقال معهد ATR إنه سيتم تمديد التجربة وفقا للوضع. هكذا انتهت النشرة. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.